الفيديو ده عشان انهي الجدل اللي حاصل الفترة الأخيرة. في واحد اسمه مازن نزل عني فيديو المفروض انه بينتقدني، بس الفيديو ما فيهوش اي نوع من انواع الانتقاد، الفيديو بس عبارة عن تنمر. وطبعا الشخص ده عنده متابعين كتير بيحبوا التنمر اللي هو بيقدمه، فطبعا لقيت كل فيديوهاتي عبارة عن قطيع من المتابعين اللي بيحبوه بيكتبوا كومنتات عندي. انا ما عنديش مشكلة ان الناس تبقى شايفة اني بقدم محتوى مش حلو او ما تحبنيش، علشان دي حاجة طبيعية، مفيش حد في الدنيا كل الناس هتحبه. بس انت لو مش حاببني ومش حابب محتوايا ممكن تعمل لي بلوك علشان ما اظهرلكش تاني، بس ما تطلعش تغلط فيا وتتنمر بحجة الانتقاد. والمطلوب مني اني ما اردش، اشوف فيديو واثنين وثلاثة واربعة واسكت. طبعا انا ما سكتش ونزلت فيديو برد عليه، هو وشوية ناس تانية شايفين ان الكلام عني بيجيب مشاهدات وقرروا هم كمان يتكلموا عني. وطبعا مازن شاف الفيديو بتاعي وما عجبهوش كلامي. ليه ما عجبهوش كلامي؟ لانه فجأة لقى شخص عامل فيديو عنه وبيتنمر عليه زي ما هو ما بيعمل. غريبة مع انه ما بيعملش حاجة في حياته غير كده. عايز بقى اللي بيكتبوا كومنتات عندي زي القطيع ومش فاهمين حاجة. هل لو انت بتقدم محتوى في حالك وملكش اختلاط بحد ولقيت شخص بيتنمر عليك هو ومتابعينه، هتسكت وتقول عادي ولا هترد؟ لو انت شايف انه عادي ومش هترد فانا شايف انه ما ينفعش اسكت. الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا بحاول على قد ما اقدر اخلي المحتوى بتاعي محترم ويناسب الكل بعيد عن اي مشاكل ووجع دماغ، بس هو اللي اضطريني ارد عليه بطريقة ما تعجبهوش هو والمتابعين بتوعه. والكل فعل رد فعل، يا ريت ما تسيبش الفعل وتركز في رد الفعل. سلام.